السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ بعد طول انقطاع من أعمال الفيديوهات، جيت النهاردة إن شاء الله عشان نقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين في ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه على الجيش المصري بالعبور بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم إرادة وإصرار الجيش المصري والشعب المصري والقيادة المصرية على استرداد أرض سيناء من الكيان المحتل، الكيان الإسرائيلي. والحمد لله شهر أكتوبر ده يعني شهر الفرحة. أكتوبر ده شهر الفرحة لكل المصريين، لعامة المصريين وللعرب على العموم وللمصريين على الخصوص. شهر أكتوبر ده من الطفل إلى الشيخ يحتفلون ويفرحون بانتصارات أكتوبر وبشهر أكتوبر. فالحمد لله رب العالمين، وكل سنة وانتم طيبين. وشهر أكتوبر كان مليان بالحاجات الكويسة، الحمد لله رب العالمين. رقم 1 انتصارات أكتوبر واحتفالات انتصارات أكتوبر. رقم 2 مؤتمر القمة بشرم الشيخ، مؤتمر شرم الشيخ للسلام، اللي الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل القيادة المصرية وقيادات الدول اللي هي قامت بعمل أشياء لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح قطاع غزة والدول الوسيطة. الحمد لله رب العالمين بمؤتمر القمة بشرم الشيخ تم التوصل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات بكمية كبيرة، والحمد لله رب العالمين. يعني فرحة، والشعب المصري فرحان وسعيد ومبسوط، وشعبية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتزايد بسرعة الصاروخ. وكان في ناس كتير مغيبة ومش فاهمة، وكانوا يظنون في القيادة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظن سوء، ولكن اعترفوا ان هم كانوا مخطئين ناس كتير، وابتدأت الدفة تتغير، والحمد لله رب العالمين بفضل الله. ناس كتير كانت فاهمة الصورة غلط وكان على عيونها غشاوة، فربنا سبحانه وتعالى شال الغشاوة من على عيونها بالواقع اللي هم شافوه. فناس كتير كانت بتقول ده بايع غزة، ده سايب غزة، ده باع البلد، ده خان البلد، ده بايع البلد. ولكن مع طول الوقت هم شافوا بعينيهم ان هم كانوا مخطئين واعترفوا بأخطائهم سواء داخل مصر او خارج مصر، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني شهر اكتوبر ده شهر فرحة، بس في شيء يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، يا فرحة ما كملت او يا فرحة ما تمت. صحينا من النوم من كام يوم لقينا اسعار الوقود ارتفعت. الله، ده الناس لسه فرحانة يا عم. طب سيبهم يفرحوا يكملوا الشهر فرحة حتى. لا، ما يفرحوش، اسعار الوقود ارتفعت. طب ارتفاع اسعار الوقود هيبقى فيه غلاء في الاسعار. طب مين اللي هيشيل غلاء الاسعار؟ المواطن الغلبان. المواطن الغلبان هو من يتحمل غلاء الاسعار. ليه؟ الارتفاع في اسعار الوقود، السلعة بتحتاج تحميل، اسعاره بتزيد. ما الوقود زاد يبقى سعر الحمولة هيزيد. طيب هتنزل السوق، البياع اللي بيبيعها هيغلي سعرها عشان يعوض اللي دفعه.
يبقى مين اللي بيتحمل في الاخر؟ المواطن الغلبان. طيب هو المواطن المصري مش ياما عليه كده؟ مش ياما عليه كده وتحمل كتير من بداية كورونا، حرب روسيا واوكرانيا، السوق السوداء للدولار، السوق السوداء للدولار اللي كانت مخليه عيشة الشعب سوداء. السوق السوداء للدولار كانت مخليه عيشة الشعب سوداء. بعد كده حرب غزة اللي جت على دماغه برضه. يعني حرب في روسيا واوكرانيا الشعب المصري يتحمل. ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الشعب المصري يتحمل. كورونا الشعب المصري يتحمل. حرب غزة الشعب المصري يتحمل. طب الشعب المصري متحمل وصابر. طيب نحن عليه ونحن عليه شوية ولا نكتمه نفسه أكتر ما هو مكتوب؟ طيب كده حرام. الشعب هيتن متحمل لغاية امتى؟ وبعدين التوقيت دهوت ما كانش ينفع. يعني التوقيت دهوت يعني ايه؟ توقيت صعب لارتفاع سعر المحروقات، لان اساسا المحروقات كانت ب 80 وب 81، النهارده ب 61. يعني السعر العالمي للمحروقات نزل. من المفترض ينزل ما يرتفعش. السعر العالمي للمحروقات نزل، من المفترض ينزل ما يرتفعش. طب ارتفع الاول عشان كنا بنقوله سعر المحروقات بيرتفع عالميا، كان بيرتفع. طب دلوقتي نزل عالميا، طب مش ما نقولوش ينزل بس ما يرتفعش، يتن زي ما هو. فكده حرام. الشعب مش هيتحمل كتير بالوضع ده، هو حرام. النهارده الاب اللي عنده طالب او 2 طلاب في مدرسه كل يوم بياخدوا مواصلات، المواصلات زادت والمصاريف زادت ومصروف البيت زاد. فكده لما الشخص بيأثر في بيته وفي طلبات ولاده بيبقى فيه انكسار. يعني الشعب المصري بعد وقفته ورا بلده ورا جيشه ورا وطنه يجي في الاخر جزاته ان احنا نكسروه؟ طب ينفع يرضي حد ده؟ ما يرضيش حد. فنداء الى السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع كل كامل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم ان هو راجل محترم، بنقول له يا سيادة رئيس الوزراء، الشعب المصري انت رفعت الوقود، ده حقك. طب الشعب المصري عوضته بنسبة تعادل النسبة اللي حضرتك زودتها في اسعار الوقود؟ عوضته؟ ولا سيادتك يعني انت يعني ما هو لازم يبقى فيه عشان الميزان يبقى مظبوط، الكفة دي ما تطبش والكفة دي تعلى او العكس. فالشعب متحمل وصبر وبيتحمل، فما نجيش عليه اكتر من كده. الشعب المصري شعب جدع، شعب جدع، وخسارة ان هو يتبهدل وينكسر. 30 سنة مكسورين، 30 سنة مكسورين. وقبل ال 30 سنة نقول له كان في حرب وكان في اكتوبر وكان في حرب استنزاف، مكسورين. فما ينفعش ان هو يعيش طول حياته مكسور. ارتفاع اسعار الوقود بيأثر على المواطن الغلبان، والمواطن الغلبان مش متحمل اكتر من كده، خلاص تعب. كل انسان ليه طاقة، تعب حرفيا تعب. فالشعب المصري عايز من الحكومة المصرية ان هم يرأفوا بحاله ويحنوا عليه، ده اللي مطلوب. والشعب مش هيتحمل تاني. يعني حرام اللي بيحصل في الشعب المصري ده، حرام والله حرام. وانا واحد من الشعب المصري، انا مش جاي من بلد تاني، انا من الشعب المصري. اقسم بالله ما انا متحمل. حرام.
القيادة المصرية حكيمة إن شاء الله بأمر الله. القيادة المصرية حكيمة، وإحنا واثقين في القيادة المصرية، واثقين في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإحنا عايزين نمشي بمبدأ ادي العيش لخبازه، ادي العيش لخبازه، هترتاح والناس كلها هترتاح. وبالنسبة للشعب المصري إن شاء الله اللي جاي أفضل. مجلس النواب جاي قريب، وإن شاء الله بأمر الله اللي جاي أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.